ليه في واحدة ممكن الكل يبقى شايف ان هي في علاقة غلط، وباين جدا ان هي مرتبطة بواحد توكسيك او نرجسي، وبرغم كده هي مكملة معاه برغم كل الوجع اللي هو بيوجعه لها؟ او ليه في حياتنا ناس كل ما احنا نقرب منها هي بتبعد، وكل ما نبعد هي تقرب؟ او ليه شخص يبان انه بيحبك قوي، بيحبك وبيموت فيك، بس ما بياخدش اي خطوة ناحيتك؟ المشكلة ما بتبقاش في شخصيتنا، لكن المشكلة في نمط التعلق الخاص بينا اللي اتعلمناه من واحنا صغيرين. عندنا حاجة اسمها أنماط التعلق، 4 طرق احنا بنتعلق بيهم بالشخص اللي قدامنا أو بحبيبنا، ومهما الشخص ده اتغير ودخلنا علاقة والتانية والتالتة، دايما النهاية هي النهاية، والمشاكل هي المشاكل، وما بنبقاش فاهمين ليه. فتعالى النهاردة أشرح لك ال4 أنماط بالتفاصيل وبالأمثلة وبكل حاجة عنهم، عشان تعرف انت في أنهي نمط وحبيبك في أنهي نمط. النوع الأول، أكتر نوع مريح من أنماط التعلق، الشخص اللي عنده حاجة اسمها التعلق الآمن. الشخص ده بيبقى حياته مستقرة جدا وما عندوش أي مشاكل، طفولته وتربيته كانت سوية، فهو طلع إنسان سوي. لا أهله كانوا بيهملوه وما يهتموش بيه، ولا كانوا مدلعينه زيادة عن اللزوم، فالدنيا عنده طلعت مستقرة. هو طالع شخص واثق من نفسه، واثق في العلاقات، عنده نوع من أنواع العلاقات الصحية، ما عندوش فكرة الشد والجذب والدراما في الحب والكلام ده، فبيبقى مريح جدا للشخص اللي هو معاه، وبتبقى مشاكله قليلة جدا. لو انت مرتبط بالنوع ده كمل على كده، افضل حافظ على استقراره وعلى الأمان اللي هو فيه، واعرف ازاي تدعمه نفسيا انه يفضل مستقر، فتعيشوا حياة هادية وآمنة مع بعض. النوع التاني، الشخصيات اللي بنقابلها في حياتنا وعمرنا ما فهمنا هي بتفكر ازاي. صاحبتي اللي طول النهار تشتكي من خطيبها وتعيط وده عمل فيا وده سوى ويديها فوق دماغها، وتقعد تتحايل عليه وتبوس ايده ورجله ان هو ما يسيبهاش. او الراجل اللي عارف ان هو مرتبط بواحدة نرجسية او توكسيك او مسيطرة، وبرضه مش قادر ان هو يسيبها. الشخص ده عنده حاجة اسمها التعلق القلق. ده بيبقى حد اتعرض في حياته لهجر كتير، ناس سابته، فقد ناس. واحدة من وهي صغيرة باباها مسافر ومش قاعد معاهم وما شافتوش كتير في حياتها. واحد أمه سابته وطفشت من البيت أو توفت منه وهو صغير. الإنسان ده بيبقى عنده مشكلة دايما إن هو خايف إنه يتساب، خايف يبقى لوحده، مش عايز أي علاقة تنتهي مهما كانت بتوجعه، زي مثلا زينة في مسلسل ورد وشوكولاتة. لو انت من النوع ده ونمط التعلق القلق ده بقى عندك بسبب التربية زمان وانت صغير، او ان انت مريت بتجارب كتير وفي كل مرة كنت تتساب، لازم تتعلم قبل ما تدخل اي علاقة ان انت تهدي القلق اللي عندك، تعالج مشاكلك وتعالج المخاوف اللي عندك من زمان. لازم تتعرض لعلاج نفسي او انت تساعد نفسك بنفسك ان انت تتخلص من المشاكل دي قبل ما ترتبط بحد، عشان لا تتعب حد معاك ولا تجبر نفسك ان انت تكمل في علاقة غلط لمجرد ان انت خايف تتساب. لو انت حبيبتك او انت حبيبك من النوع ده، تعرفي ازاي؟ هتلاقي دايما ان هو بيتعصب قوي لو انت ما ردتيش عليه في الموبايل، ويقول لك انا قلقت، انا افتكرت جرالك حاجه، وانت مش قادره تفهمي. يعني ال10 دقايق اللي انا ما ردتش فيهم دول، او ان انا ما ردتش من اول المكالمه ورديت من التانيه، اللي ممكن يكون حصل فيهم؟ مفيش حاجه تستاهل كل ده. او هتلاقي ان هي دايما بتقولك انت بتحبني، انت هتسيبني، هو انت ممكن تتجوز عليا. دايما حاسين ان هم ممكن يتسابوا، ومهما انت عملت فيهم بيلفوا ويرجعوا تاني ويقولك عشان خاطري ما تسيبنيش، ده انا اموت من غيرك. النوع الثالث، الشخص اللي من هو صغير بيتقاله اوعى تعيط، انت راجل، مفيش راجل بيعيط، وانتي اوعي تقولي لحد ان انتي بتحبيه، هيستضعفك يا هبله وهيجي عليكي، لازم تبقي جامده، لازم تبقي راجل، ولازم تبقي عسكري. ايه يعني خطيبك؟ هو عشان خطيبك تقوله ان انتي بتحبيه هيشوفك مدلوقه عليه؟ دايما كانوا بيتحطوا في موقف ان هم ما ينفعش يعبروا عن مشاعرهم، بيكبروا يبقى عندهم حاجه اسمها التعلق التجنبي، يخاف يبين مشاعره. الشخص ده مهما كان بيحب بيبان بارد. يعني ممكن يبقى جوزك انت عارفة انه بيحبك وبيموت فيكي، ولو انت تعبتي في مرة بيقعد يعيط على وجعك وما بيستحملش فيك الهوى.
بس لو انت قعدتي معاه تقولي له كلام حلو وتدلعي فيه يقولك بس 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 قومي بطلي صداع، ويقولها بهزار ويقلب الموضوع ضحك كده في حدوته وخلاص والموضوع اتقلب، لان هو مش عارف يعبر عن مشاعره، هو مش عارف يقولك وانا كمان بحبك. او لو بنت هي اللي فيها الطبع ده واخوها جه يكلمها ان عنده مشاكل حصلت في الشغل وانه متضايق وانه فتقول له هقوم اعمل لك اكله حلوه، هي مش حاسه بيك او مش عارفه ان هي تتعاطف معاك، هي حاسه بيك وحاسه جدا، بس هي مش عارفه تقولك ايه، مش عارفه تعبر عن مشاعرها وقد ايه هي متعاطفه معاك، عشان كده بتقلب الموضوع لحاجه تانية خالص. لو انت من النوع ده حاول مره على مره ان انت تبدا تعبر عن مشاعرك. في الاول هتتحرج، هتتكسف، مش هتعرف، بعدين هتلاقي الموضوع سهل، خصوصا لما تشوف فرحة اللي قدامك بالكلام الحلو اللي انت بتقوله او ان انت بتتفاعل معاه. ولو شريك حياتك هو اللي عنده نمط التعلق ده، حاول ان انت تطمنه وتفهمه قد ايه هو كبير في نظرك، مفيش اي حاجة ممكن تصغره في عينك او تقل منه، وان انت بتحتاج تسمع كلامه الحلو وتحس قد ايه هو بيحبك. النوع الرابع، الشخصية اللي أنا بسميها عمرو دياب ستايل، النوعية بتاعت أحبك أكرهك أسيبك أندهك. هتلاقي الشخص ده عنده نمط تعلق اسمه التعلق المختلط، الشخص اللي يقرب منك ويحببك فيه وتبقوا انتوا الاتنين الحياة ماشية مع بعض حلوة وكأنكوا الصبح هتتجوزوا، وفجأة يبعد من غير أي أسباب، فانت تقولي خلاص ده كان بيلعب بيا، فتبعدي انت كمان، تلاقيه شوية ورجع تاني وعمال كده يلعب، كل ما انت تقربي هو يبعد، كل ما تبعدي هو يقرب. البني آدم ده عنده ميكس كده مش مفهوم، بيبقى عايز يقرب لانه بيحبك او لانه عايز يدخل علاقة او عايز يتجوز او انتي شخصية مناسبة بالنسبة له، بس بيخاف ان هو يتأذي او يتوجع او يتساب او ان هو يشيل مسؤولية زيادة، بتجيله 600 فكرة، بيخاف من القرب وبيتوجع في البعد، فعلشان كده بتلاقيه رايح جاي مش ثابت على وضعية واحدة. لو انت عندك النمط ده فانت حلك الوحيد ان انت لازم تتابع مع اخصائي نفسي او لايف كوتش او اي حد يقعد معاك يظبط لك افكارك ويخلصك من مخاوفك ويخليك ترجع انسان تاني طبيعي وتقدر ان انت ترتبط. مش مهم ولا مشكلة لو انت عندك اي نوع من انواع التعلق اللي مش مظبوطة اللي اتكلمنا فيها، عادي، المهم ان انت يبقى عندك وعي ان انت عندك النمط ده او ان اللي قدامك عنده النمط ده، علشان تقدر تعالج نفسك او تفهم نفسك او تفهم تصرفاتك. ما تلاقيش ان انت كل مرة بتدخل علاقة وتنتهي نفس النهاية وتتوجع نفس الوجع وتحس ان العيب فيك، هو مش عيب، هو عادي، أنماط التعلق دي عندنا كلنا من التربية اللي تربناها أو من التجارب السابقة اللي كانت عندنا. كل اللي مطلوب منك ان انت تفهم نفسك وتعالج نفسك ان انت توصل لعلاقة او نمط تعلق صحي، نمط تعلق آمن، علشان مش كل مرة وكل علاقة تتعذب وتعذب اللي حواليك.